مشاهدينا الافاضل، طابت اوقاتكم. نشرة اخبار الفضاء الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. وفد اريتريا على المستوى يتجه الى العاصمه الاثيوبيه اديس ابابا. جهود للحد من حوادث المرور واضرارها. جهود لرعاية الأطفال اليتامى وتنشئتهم على التقاليد والقيم السمحة. رجب طيب أردوغان ينتصر في الانتخابات الرئاسية بتركيا. الرئيس الصيني يجتمع مع رئيس الوزراء الفرنسي في العاصمة بكين. غتلة في سيول وانهيارات أرضية في فيتنام. مرحبا بكم للعناوين إلى التفاصيل. توجه اليوم الثلاثاء 26 من يونيو إلى أديس أبابا وفد إريتري عالي المستوى يتكون من معالي وزير الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار فخامة الرئيس إسياس أفورقي. الجدير بالذكر أن فخامة الرئيس إسياس أفورقي كان قد قال في الكلمة التي ألقاها بمناسبة إحياء ذكرى الشهداء في 20 من يونيو بأن الحكومة الإريترية، وبعيدا عن حملات العلاقات العامة والتبادل الإعلامي، ومن أجل التعرف عن كثب وبعمق على الأوضاع الراهنة ورسم خطة العمل المستقبلية، ستقوم بإرسال وفد إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. أشارت الشرطة الإريترية في التقرير الذي قدمته خلال انعقاد المؤتمر العام الثالث لجمعية السلام المرورية بأن هنالك العديد من الجهود المتواصلة التي تنتظرها للحد من حوادث المرور وأضرارها، وكذا زيادة الوعي للاستفادة الجيدة من الطرق. ووفق التقرير المقدم، شهدت البلاد منذ العام 2013 وحتى العام 2017 24 ألف حالة من حالات الحوادث المرورية راح ضحيتها 721 شخصا، كما أصيب 3246 آخرين بإصابات بالغة و6219 بإصابات طفيفة. كما أوضح التقرير عن تدمير ممتلكات تقدر ب 373 مليون نقفة وغيرها من الخسائر البشرية. وأشار التقرير إلى أهم الأسباب المؤدية للحوادث المرورية، ومنها عدم الاستفادة الجيدة من الطرق ووعورتها، وعدم جودة المركبات، وتناول الكحول أثناء القيادة، وسرعة الفائقة، بالإضافة إلى مزاولة أنشطة تضعف الانتباه والتركيز أثناء القيادة، وكذلك إهمال المشاة. وأفاد التقرير بتسجيل 554 ألف مخالفة مرورية خلال الأعوام الخمسة، حيث فرضت غرامات مالية على مرتكبيها تقدر ب 118 مليون نقفة. وأشار التقرير إلى تسبب حوادث المرور في العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، داعيا كافة المستفيدين من الطرق وخاصة الناشطين في حركة المركبات لتوخي الحذر وتحمل المسؤولية لتفادي الأضرار الجسيمة على مستوى الأسر والوطن. ونشد مقدم الآراء والتوصيات في تصريحاتهم لوكالة إيرينا بضرورة إدخال نظام لفحص جودة السيارات التي تنشط في نقل الشعب باستمرار، إضافة إلى الفحص الدوري السنوي المنتظم، وإيجاد آليات للتخلص منها في حال التأكد من عدم جاهزيتها للعمل، وبحث السبل لإيجاد بدائل لها. وأوضح في المناسبة أيضا بأن الحوادث المرورية تصيب سنويا 1.3 مليون شخص على المستوى العالمي، فيما تصيب بشكل يومي 3287 شخص. كما تسبب أيضا في تدمير ممتلكات تقدر ب 500 مليار دولار، وتحتل المرتبة التاسعة في العوامل التي تؤدي إلى إزهاق الأرواح. أعلنت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية عن بذل جهود حثيثة لرعاية الأطفال اليتامى وتنشئتهم على تقاليد وقيم المجتمع السمحة عبر المشاركة الأهلية الفاعلة. وأوضح السيد تسفو سلمون مسؤول رعاية الأطفال في الوزارة بأن الوزارة تقدم الرعاية اللازمة للأطفال اليتامى الذين تشرف عليهم بأسلوب أسري حتى الوصول إلى المبتغى بعيدا عن التمييز. وقال أن الوزارة تتبع 5 استراتيجيات لرعاية الأطفال اليتامى، وهي البحث عن أقرباء يتبنونهم أو تسليم اليتيم الذي ليس له أقرباء للمرضعات بعد التأكد من كفاءتهن وقدرتهن على التربية، فضلا عن تسليم اليتيم بطريقة قانونية لأسرة تتبناه مثل والديه على حسب قدراتها وإمكانياتها،
إضافة إلى تأسيس مجمعات تقوم برعاية الأطفال اليتامى بطريقة أسرية. وأشار السيد تسفو إلى أن رعاية اليتامى في مجموعات أسرية بدأ في العام 1997 بالتعاون بين الحكومة والإدارات في مدينتي مندفرة ودك أبحري، وبعد التأكد من فعالية البرنامج تم توسعته في كافة أقاليم البلاد، حيث فتحت 22 مجمعا يضم 300 يتيم، موضحا عن تنظيم برنامج خلال العام 2018 لتمكين اليتامى من الاعتماد على أنفسهم بمساعدة الأسر التي ترعاهم، حيث توجد الآن 7 مجمعات فقط لرعاية الأيتام في 4 أقاليم تضم 67 يتيما. وأوضح السيد تسفو بأن السكان في إقليمي شمال وجنوب البحر الأحمر قاموا بتحمل مسؤولية رعاية اليتامى، مما أدى ذلك إلى إغلاق مجمعات الرعاية في الإقليمين بالكامل. وفي الختام قال السيد تسفو سلمون بأن الأطفال الذين يعيشون في مجمعات الرعاية بأسلوب أسري ليس هم من أعمار مختلفة، والمجتمع المحيط بهم يتعاون معهم في توفير متطلباتهم الاجتماعية والاقتصادية كالتعليم وغيرها من الحقوق الأساسية، فضلا عن تقديم الدعم لمن يرغبون منهم في الاعتماد على أنفسهم طواعية. نظم سكان ضاحية تعدي باري في مديرية مندفرة نفيرا جماعيا لحراثة مزارع أسر الشهداء، وقد تم بموجب هذا النفير الذي أقيم بمناسبة 20 من يونيو ذكرى الشهداء حرث مزارع 28 أسرة من أسر الشهداء، كما تعهد المشاركون في النفير بمواصلة هذا العمل في فترة الحصاد. وأوضحت أسر الشهداء التي قدم لها الدعم والمساعدة بأن المواطنين ظلوا يقومون بمساعدتهم باستمرار، إضافة إلى الدعم والرعاية الحكومية، معبرين عن امتنانهم بهذه المبادرة. قدم الإريتريون المقيمون في العديد من الدول خلال إحياء 20 من يونيو ذكرى الشهداء تبرعات مالية تحت شعار يجب أن لا تترك مهمة رعاية أسر الشهداء للحكومة فقط. ووفق المعلومات الواردة فإن الإريتريون المقيمون في الكويت تبرعوا بمناسبة إحياء ذكرى الشهداء التي جرت تحت شعار فلنوفي شهدائنا بالعمل لدعم أسر الشهداء حسب إمكانياتهم، حيث تبرعت أسرة واحدة ب50,000 دولار، فيما تعهد كل مواطن منخرط في العمل للتبرع من راتبه. كما تبرع أعضاء الجماهير والجاليات وبعض الأفراد بالإضافة إلى كنيسة أبوني أراغاوي والقدوس ميكائيل في العاصمة السودانية الخرطوم وضواحيها ب9,600 دولار. وتبرع أعضاء الجالية الإريترية في بيرث الأسترالية ب4,400 دولار أسترالي، فيما تعهد 6 مواطنين برعاية 6 أسرة من أسر الشهداء لعامين. وأفادت المعلومات الواردة بتبرع المواطنين المقيمين في كولون الألمانية وضواحيها ب1100 يورو لصالح أسر الشهداء. وفي المناسبة التي جدد فيها الإريتريون المقيمون في جمهورية جنوب أفريقيا عهدهم لتنفيذ وصايا الشهداء تبرعوا لتنمية صندوق أمانة الشهداء ب61,500 راند، فيما تبرع الإريتريون المقيمون في بوسطن الأمريكية ب17,000 دولار لنفس القرض. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. على الصعيد العالمي، خرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منتصرا من أكبر تحدي انتخابي واجهه منذ عقد ونصف، مما يمنحه سلطات تنفيذية واسعة سعى إليها منذ فترة طويلة ليحكم بذلك قبضته على البلد البالغ تعداد سكانه 81 مليون نسمة حتى عام 2023 على الأقل. وتعهد أردوغان بعدم التراجع عن مبادرته لقيادة تحول تركيا التي تشهد استقطابا حادا وتنتمي لحلف شمال الأطلسي والمرشحة ولو من الناحية النظرية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وأعلن أردوغان وحزبه العدالة والتنمية النصر في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية متفوقين على المعارضة التي اكتسبت ضخما كبيرا في الأسابيع الأخيرة، وبدا أنها قادرة على إحداث مفاجأة. فقد حصل أردوغان على 52.5% من الأصوات في السباق الرئاسي بعد فرز أكثر من 99% من الأصوات، فيما حصل حزب العدالة والتنمية على 42.5% في الانتخابات البرلمانية، وتلقى دفعة بحصول حلفائه القوميين وبخلاف التوقعات على 11.1%. وكانت نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات مرتفعة إذ بلغت نحو 87%.
اجتمع الرئيس الصيني شي جين بينغ في العاصمة الصينية بكين مع رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب. وقال شي وفقا لما ذكرته وكالة أنباء شينخوا الصينية أن البلاد ترغب في العمل مع فرنسا لإثراء محتويات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. وأشار الرئيس الصيني لأن العالم يشهد تغيرات عميقة ومعقدة في الوقت الراهن، مضيفا أن الصين مستعدة للعمل مع فرنسا لتظل العلاقات الثنائية نموذجا للاحترام والتعاون المتبادل بين الدول. قالت هيئة إدارة الكوارث في فيتنام أن سيولا وانهيارات أرضية وقعت بسبب هطول أمطار غزيرة أسفرت عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وفقد 12 آخرين في شمال البلاد. وأضافت الهيئة في بيان لها أن أغلب الضحايا من إقليمي لاي تشاو وها جيانغ الجبليين، حيث تسببت السيول والانهيارات الأرضية أيضا في إصابة 5 أشخاص. كما ذكر البيان أن السيول والانهيارات الأرضية تسببت في أضرار تقدر قيمتها بما يزيد عن 3.32 بليون دولار في المنازل والطرق والمحاصيل في المنطقة. وتعتبر الفيتنام من الدول المعرضة للكوارث الطبيعية، إذ تقتل الفيضانات والأعاصير كل عام مئات الأشخاص. وتظهر بيانات حكومية أن الكوارث الطبيعية قتلت 389 شخصا وأصابت 668 في البلاد خلال العام الماضي. ذكرت وسائل إعلام كوريا الشمالية أن البلاد ستستمر في تجاهل اليابان ما لم تكف عن الأعمال العدائية ضد جارتها على غرار التدريبات العسكرية واسعة النطاق ومساعي تعزيز التأهب العسكري. وتطلع اليابان لقمة محتملة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. يأمر رئيس وزراء اليابان شينزو أبي أن يعالج خلالها مسألة مواطنين يابانيين خطفتهم كوريا الشمالية قبل عقود. ورغم القمم التي عقدها كيم مع زعماء الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة في إطار طفرة من النشاط الدبلوماسي خلال العام المنصرم، لم يتحدد بعد موعد لقمة مع اليابان. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إذا لم تصحح اليابان طموحاتها بشأن السلام والأمن فسيكون عليها أن تدرك أن النتيجة النهائية المتمثلة في تجاوز اليابان ستكون حتمية. وتعهد أبي الذي يواجه فضائح في الداخل أن لا يهدأ حتى يعود باقي المخطوفين، وهي قضية ضغط رئيس الوزراء الياباني على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكي يثيرها أثناء قمته مع كيم في سنغافورة يوم 12 من يونيو. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.